السلام عليكم. رسميا الجريده الرسميه تنشر شحال غيخلصوا، كيفاش غيخلصوا، فين غيخلصوا، الناس اللي جاهم المؤشر فوق 9.32 شحال غيوليو يخلصوا كل شهر اجباريا مفروض عليهم. وشكون ردوا البال، شكون اللي غادي يستافد من هاد الاسره اللي مسجله في سجل موحد وجابت فوق 9.32 ودابا خرج لهم المرسوم؟ شحال غيوليو يخلصوا في الشهر؟ التغطيه الصحيه هذا موضوع مهم وفيه مفاجاه خايبه نقولها ما فيها ما يتشاف. المهم نشر رسميا في الجريده الرسميه المرسوم 2/23/690 اللي كيخص تطبيق القانون 60/22 اللي كيخص الناس اللي ما هما خدامين عند راسهم، ما هما خدامين عند شي واحد كيصرح بهم وقادرين يخلصوا التغطيه الصحيه، بمعنى ما جاوش مع غير القادرين، جابوا في المؤشر فوق 9.32 في السجل الموحد. بالنسبه لهاد الناس اللي جاوا المؤشر فوق 9.32 وغيتفرض عليهم من العام الجاي بدايه من شهر واحد ولا شهر جوج غيبداو يسجلوهم تلقائيا، راه ماشي ضروري تمشي تسجل تلقائيا ويصيفطوا لك يقول لك راك تسجلتي مع الاشخاص القادرين على حساب المؤشر ديالك كذا وكذا، اجي خلص كذا وكذا في الشهر. بداو نفكركم بعدا بالارقام، شحال غتولي تخلص انت اللي تفرض عليك تخلص التغطيه الصحيه واخا انت ما خدامش عند شي واحد كيصرح بك، ما عندكش خدمه شي حرفه شي مدخول غتخلص عليه، ولكن قادر لانك جبتي فوق 39 في المؤشر في السجل الاجتماعي الموحد. اذا الا عندك فوق 9.32 حتى ل 9.51 غتولي تخلص 144 درهم كل شهر. من 9.51 حتى ل 9.74 في المؤشر غتولي تخلص 176 درهم كل شهر. 9.74 حتى ل 9.99 غتولي تخلص 224 درهم كل شهر. 9.99 غتولي ل 10/23 تولي تخلص 287 درهم كل شهر. وإلا جبتي ما بين 10/23 حتى ل 10/43 غتولي تخلص 355 درهم كل شهر. وإلا جبتي ما بين 10/43 حتى ل 10/73 غتولي تخلص 454 درهم كل شهر. وما بين 10/73 حتى ل 11/01 غتولي تخلص 611 درهم. وكاع اللي فوق 11/01 غيولي يخلص 1164 درهم. اذا هذه هي المبالغ رسميا في الجريده الرسميه كما كتشوفوا في الجدول اللي من الجريده الرسميه. رسميا الناس اللي جاوا المؤشر طالع هاد الارقام اللي غيوليو يخلصوا رانا قلتهم لكم، وها هما في هذا الجدول اللي قانون والمرسوم اللي خرج الجريده الرسميه اللي فيه هاد الارقام هذا تيقول انه انت اللي مسجل في السجل الاجتماعي الموحد جاك المؤشر فوق 9.32 خصك تمشي انت دير الطلب تسجل في الضمان الاجتماعي باش تبقى تخلص كل شهر وتستافد التغطيه الصحيه. والضمان الاجتماعي الماده 3، وهذه الماده 3 ردوا لها البال مزيان، غادي نفسر لكم شنو جا فيها وفي واحد المفاجاه خايبه فيها ما يتشاف. ونتمنى انه الحكومه ولا المسؤولين على هذا البرنامج ديال التغطيه الصحيه الا كانوا فعلا صادقين بغاو ينجحوا يراجعوا هذه القضيه ما غتنجحش. انا نقول لكم من هنا هذه المسائل كنأكد الا كان هذا الشيء اللي كاين في هذا القانون هو اللي غتطبق الحكومه بالنسبه للناس اللي جاوا من المؤشر طالع، انا كنقول وكنتحمل المسؤوليه راه 90% ديالهم ما غيخلصش وما غينخرطش في التغطيه الصحيه. الا كانت الحكومه باغيه هذا الشيء راه مزيان غتنجح بهذا القانون. الا كانت بغاتهم ما يجيوش وما ينخرطوش راه غتنجح، راه ما غيمشيوش الناس ينخرطوا ويخلصوا هذه المبالغ اولا ويخلصوها بالطريقه اللي غتجي في القانون. والمفاجاه الخايبه اللي غنقول لكم دابا واحد شويه، القانون 60/22 وهذا المرسوم اللي تكلمت عليه 2/23/96 تيقول لك انت خصك تمشي تسجل. ما مشيتيش تسجل تيولد الناس هما راه يسجلوا، هما تلقائيا كاين اتفاقيه مع الناس ديال السجل الاجتماعي الموحد كما كيصيفطوا لهم الناس انهم عندهم اقل من 9.32 باش يعطوهم عمود التضامن والضمان الاجتماعي، غيصيفطوا لهم دابا الناس اللي عندهم فوق 9.32 كل واحد شحال عنده باش الضمان الاجتماعي يسجلهم يخلصوا. والماده 3 شنو كتكون من هذا المرسوم 2/23/96 تتقول لك اسيدي من يجي طلب تسجيل ولا الضمان الاجتماعي يبغي يسجل شي واحد خصو يقلب واحد 3 النقاط. اولا ان المسجل هذا السيد اللي غيتسجل بسميتو هو ورطوا بالمزيان وذوي حقوقه، اي الناس اللي داخلين معاه في الحقوق ديالو. وردوا البال مزيان، هنا غتجي المفاجاه اللي غنقول لكم، مسجلين في السجل الاجتماعي الموحد مزيان وذوي حقوقه، عقلوا عليها ذوي الحقوق اللي معاه اللي غيستافدوا من الحقوق معاه. ثاني حاجه يتاكد من الضمان الاجتماعي انه عنده المؤشر فوق 9.32 مزيان، هذه اكيده. ثالث حاجه انه ما عندوش شي تغطيه صحيه اخرى. هادو هما ثلاثه الحوايج اللي كيتاكدوا منهم الضمان الاجتماعي قبل ما يسجلك انت اللي جاك المؤشر طالع ويصيفط لك يقول لك اجي تخلص. المفاجاه غير الساره اللي بغيت نقول لكم في القانون ذوي الحقوق شكون هما؟ هذا اللي غيتسجل حيت جا المؤشر طالع، شكون هما ذوي الحقوق اللي غيتسجلوا معاه يدخلوا معاه؟ ذوي الحقوق اسيدي هما الزوجه ولا الزوج الا كانت المراه هي اللي مسجله والولاد. هادو هما ذوي الحقوق اللي يقدروا يدخلوا مع شخص واحد في التغطيه الصحيه. الناس اللي كيتسجلوا في ابو التضامن
كيتسجلوا في السجل الاجتماعي الموحد. عرفنا الشعار ديال السجل الاجتماعي الموحد شنو هو؟ زيد معاك شي واحد، جوج ثلاثه الناس ما قادينش، زيد معاك شي واحد باش يهبط لك المؤشر. كاع الناس اللي تسجلوا مثلا اسره، الراجل كبير ومرته، معاهم ولدهم مجوج بولادو، معاهم بنتهم مطلقه بولادها، مع بنتهم ارمله بولادها، كل واحد من هادو كيتسجل مع ذوي الحقوق ديالو. هذاك الراجل الكبير هذا اللي جاب قل من 39 اسره مسجلين فيها، هادو جابوا قل من 39. هذاك الراجل الكبير ومرته كيتسجلوا بوحدهم في امون التضامن، واخا راه نفس الاسره مسجله في السجل الاجتماعي الموحد. هذاك الراجل اللي مجوج هو ولادو كيتسجل بوحدو في امون التضامن. هذيك المراه اللي مطلقه بولادها كتسجل بوحدها في امون التضامن. هذيك الارمله اللي مات لها الراجل هي ولادها اسره وحده كلهم خوت وباهم وامهم كتسجل بوحدها امون التضامن، لان ذوي الحقوق هما هادو الراجل ومرته وولادو هما اللي عندهم الحق يتسجلوا مع بعضياتهم تحت رقم تسجيل واحد. مزيان، هادشي في امون التضامن. في هذا القانون 622 ولا التغطيه الصحيه للاشخاص القادرين اللي عندهم المؤشر طالع، واش غديروا نفس الشيء؟ اذا دابا هاد الاسره اللي تسجلات وفيها السيد ومرته ومعاهم ولدو وولادو وجاهم المؤشر سيدي غا 59، واش هذاك غيخلص 144 درهم هو ولادو، وذاك الراجل الكبير ومرته غيخلصوا 144 درهم اخرى؟ لان ما يمكنش يدخلوا مع بعضياتهم. الوالدين ما داخلينش مع ذوي الحقوق. ذوي الحقوق اللي يستافدوا معك في التغطيه الصحيه هما ولادك ومرتك ولا راجلك الا كنتي انت المراه اللي مسجله. اذا الاسره اللي غيكون فيها ثلاثه د الاسر، مثلا كاين امراه طلقه بوحدها ما عندها ولاد، ودري بوحدو مثلا كبير في السن فوق 21 سنه ولا مجوج كاع، والراجل كبير مثلا ومرته، هادو ثلاثه د الاسر. واش هاد الناس الا جابوا مثلا 9.80 في المؤشر ديالهم هما كاسره، واش غيبداو يخلصوا 224 درهم كل اسره؟ الا تطبق هاد الشيء هذا بهاد الطريقه، انا قلت لكم جوج حوايج، يا اما كتنصوا على عباد الله، يا اما ما بغيتوش هاد المشروع ينجح ولا هاد الناس يستافدوا منه. كتقولوا لهم ها شحال خرجنا لكم وما تجيوش تخلصوا، حنا عارفينكم ما غاتجيوش. هذا هو اللي كنشوفوا الان، ان هاد الشيء هذا تطبق بهاد الطريقه، هاد الارقام اللي حطيتو حتى 1164 درهم 600 درهم 450 درهم، اقل واحد 144 درهم اللي غيجيب غا 39 غيخلص 144 درهم في الشهر. هادشي عليتوه بزاف، وزدتوا انه اللي غيتسجل ذوي الحقوق، لان دوك الاسر اللي تسجلوا مجموعين، اللي تسجل مع خوالو عمامو وجدادو ووالديه وخوتو وصحابو وجيرانو، كل اسره فيهم غتخلص غير على ذوي الحقوق ديالها. زدتوا صعبتوها، ولا خليني نقول زدتوا خليتوها مستحيله. وانا كنشوفكم بحال اللي عنده جوج وجوه. الوجه ملي كتبغيو تعطيو الدعم كتقولوا لا سيدي انا الاسره واخا يكون فيها 50 واحد، هذاك الدعم الجزافي غيشدوا واحد رب الاسره. ومنين تجيو للخلاص تقولوا له لا ذوي الحقوق انت راجل كبير ومرتك غتخلصوا على راسكم، هذاك ولدك مع ولادو غيخلص على راسو، هذيك بنتك مطلقه ولا ارمله غتخلص على راسها وعلى ولادها. غتوليو تخلصوا من ديك الاسره ثلاثه د المرات، والوقت ديال الدعم قلتوا لهم غنعطيوكم الدعم غا مره. الا ما تصححش هذا الشيء هذا ولا تفسر وخرجتوا قلتوا للناس انه مثلا 144 درهم كنهضروا على الاسره كامله اللي مسجله، واخا قانونيا ممنوع اسره مكونه من 3 النواه ولا 4 تسجل كامله. وهذا الشيء كيوقع نيت في امون التضامن كما شرحت لكم، كل واحد كيتسجل مع ذوي الحقوق ديالو، ولادو ومرته ولا ولادها وراجلها، ما يمكنش يسجلوا خالهم ولا خالتهم ولا جداتهم ولا امهم ولا باهم ولا اختهم ولا اخوهم، كيتسجلوا بذوي الحقوق. ويمكن اسره وحده جابت اقل من 39 مسجله في السجل الاجتماعي الموحد تسجل 3 المرات في امون التضامن لان فيها 3 النواه. ولكن في هذا القانون دايرين 144 درهم على المؤشر، ما دايرينش على الاسره. Please subscribe and click notification bell.